السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن الفاجوسايتوزيس and destruction of microbe. ممكن نقول ونوضح أكتر إن هو هيكون عن الميكانيزم of phagocytosis and destruction of microbe أو ال steps of phagocytosis and destruction of microbe whatever. تمام. فقالك ان الفاجوسايتوزيس ده بيكون بروسيس مهمة جدا، واللي بيخش بالعملية دي عندك النيتروفيل والماكروفاجز. تمام. بينجست الميكروب ويدستروي على طول، بيتم ابتلاعه وبيتم تفتيته ومهاجمته. اوكي. والعملية دي بتحصل في intracellular compartment، لان زي ما قلنا بيحصل انجيشن للميكروب، فبيكون داخل الفاجوسايت نفسه، النيتروفيل او الماكروفاجز. اوكي تمام. فقالك الستبس في الفاجوسايتوزيس، قالك اول حاجه ان انا لازم اعرف ان النيتروفيل والماكروفاجز دي لازم تريكوجنايزد للميكروب عشان خاطر تبايند للميكروب الصح. تمام. مش تبايند لنورمال سيل او هوست سيل. تمام. فعندك ممكن تتعرف على الميكروب لو في ميكروبيال كومبوننت على السيرفيس بتاعته زي المانوز ريسبتور زي الليكتين. قالك كمان بيجي الانتي بودي لما بتعمل كوتد للميكروب ده. انت منين اما تتعرف على الانتي بودي بتعرف ان ده ميكروب، وبيتم انك انت بتعمله بايندنج عشان خاطر تنجس الميكروب ده. قالك كمان في عندك كومبلمنت بروتين زي ال C3B. قالك ده برضو بيعمل upsonized وبيكوت للميكروب as antibody. فانت منين اما تعرف او منين اما تلاقي antibody على surface او complementary protein بتبدأ تتعرف على الميكروب ده عشان خاطر تبايند عشان تتنقل للمرحلة التانية اللي هي الانجيشن الميكروب. فبيجي في الانجيشن الميكروب خلاص انت متأكد ان ده ميكروب عشان خاطر هتبتلعه دلوقتي. فبيجي البلازما ممبرين بتاع الفاجوسايت سواء النيتروفيل او الماكروفاجز، بتيجي بتكستند اراوند للميكروب ده، بتحاول يعني تحيط بالميكروب ده، وبتقوم مكونة غلاف اسمه فاجوسوم. الفاجوسوم ده بيكون فيزلز بيكون فيها الانجستد ميكروب. تمام. ثم بعد ذلك بتفيوزد اللي هو تندمج مع اللايسوسومز بتاع الخلية الفاجوسايت نفسه عشان خاطر تنتج لي حاجة اسمها فاجو لايسوسوم. تمام. الفاجو لايسوسوم، وجوه الفاجو لايسوسوم بيتم ديسترويد وديستركشن الميكروب. ده بيكون ايه داخل الفاجو لايسوسوم، يعني انترا سيلولر. طب ازاي بيتم ديسترويد للميكروب؟ قالك بالثلاث حاجات. اول حاجه طبعا الثلاث حاجات دومت الثري ميكانيزمز دي انت بتسميها بانك بتعمل اكتيفيتد للمايكروبايسيدل، اكتيفيتد للمايكروبايسيدل اللي هو يعني خلاص الفاجوسايت نيتروفيل او الماكروفيجز بتاكتيفيت مالتيبل انزيم عشان خاطر to produce the microbicidal agents. زي ايه؟ قالك عندك في ناد بي اتش اوكسيديز. الناد بي اتش اوكسيديز ده اسمه فاجوسايت اوكسيديز. مهمته ان بيكونفرتد الاكسجين لسوبر اوكسايد انيون او للرياكتيف اوكسجين سبيشيز عشان خاطر يعمل توكسيك للميكروب اللي في الفاجولايسوسوم. فالعملية اسمها اوكسيديتيف بيرست او ريسبيراتوري بيرست. ده اول ميكانيزم. تاني ميكانيزم قالك في انزيم اسمه inducible nitric oxide synthase. الانزيم ده في الماكروفيجز خاصة قالك ان هو بيكونفرت الارجينين للنيتريك اوكسايد، والنيتريك اوكسايد ده بيكون انتي ميكروبيال ايجنت للميكروب نفسه. تالت ميكانيزم اللايسوسومال بروتين. قالك ده بيبريك داون الميكروبيال بروتين داخل الفاجو لايسوسوم. فالثري ميكانيزمز دي قالك سبيسيفيك بتحصل داخل الفاجو لايسوسوم عشان نحاول العملية دي لو حصلت بره هيحصل دامج للهوست سيل،
فكونها ان هي تحصل في الفاجولايسوسوم داخل الفاجوسايت، ده مهم جدا ان هي تمنعني دامج او تيشو انجري للهوست سيل. تمام. طيب في اديشن ميكانيزم، ولكن الميكانيزم ده بيكون في الاكسترا سيلولر. قال لك النيوتروفيل ساعات ممكن تنتج جرانيول كونتنت. الجرانيول كونتنت دي اللي بيكون انتي ميكروبيال بروتين وانزيم بتنتجه في الاكسترا سيلولر سبيس عشان تكل الميكروب. تمام. فقال لك دي يعني ممكن يعني يحصل تيشو انجري عادي لان هو في الاكسترا سيلولر. تمام. تاني حاجه قال لك في عمليه النيوتروفيل بتعملها زي ما تقول كده، ممكن نقول يعني حاجه كده اللي هو زي ما تقول كده ايه، بحاول اضحك على الخلية على الميكروب او بحاول العب لعبه معاه. بيكون الحاجه دي تراب ليها، اللي هو اسمها النيوتروفيل اكسترا سيلولر تراب. النيوتروفيل اكسترا سيلولر تراب بيجي انا بعرفه ان انا كنيوتروفيل انا بخش في مرحله السيل ديث، فخلاص بقى بالنسبه له خلاص انا خلاص كده محدش يقدر يهاجم عليا. من المرحله دي بقوم على طول متحول للنيوتروفيل اكسترا سيلولر تراب. تمام. والنيوتروفيل منين اما تتحول لده، تمام، بيكون ده اصلا فيها نيوكلير كروماتين. النيوكلير كروماتين بيكون عندك دي كونسنتريتد كروماتين دي ان ايه واسوشيتد بروتين مولكيول وفيه هيستون. تمام. فده زي ما قلنا بيكون تراب. فده كله كمان غير ان كمان بيكون في انتي ميكروبال بروتين داخل النيوتروفيل اكسترا سيلولر تراب، بيقوم على طول عامل كابشر للميكروب ويقوم من خلال الانتي ميكروبال بروتين اللي فيه مهاجم الميكروب ده. تمام. جميل جدا. طيب الكلينيكال امبليكيشن قال لك الكرونيك جرانيولوماتوز ديسيز. كرونيك جرانيولوماتوز ديسيز قال لك ده بيحصل عشان خاطر في inherited deficiency في الفاجوسايت اوكسيديز، حاجه كده وراثيه. الفاجوسايت اوكسيديز اللي هو النات بي اتش اوكسيديز اللي هو بيكونفرت الاكسجين لسوبر اوكسايد، والرياكتيف اوكسجين سبيشيز زي ما قلنا في المايكروبايسيدال ميكانيزم. قال لك ده اصلا ما بيكونش موجود. تمام. فكون ان هو يقل، قال لك ان النيوتروفيل في الوقت ده في الكرونيك ديسيز دي، قال لك ما بيعرفش يجنريت الروس، ساعات بيفيل عشان خاطر يكيل الانتراسيلولر ميكروب. تمام. فقال لك برضو قال لك ده يعني للاسف لو في انفكشن كتير، تمام، هيكون جرانيولوميز من النيوتروفيل نفسه. والجرانيولوميز دي بتقوم اكتيف الماكروفيجز عشان خاطر تسراوند الميكروب. تمام. فده بيكون كرونيك ديسيز. انت بتنتج لي حاجه عشان تكولد الماكروفيجز عشان خاطر تقتل، وفي نفس الوقت انت كنيوتروفيل مش بتعرف تجنريت الروس عشان خاطر عندك في ديفيشنسي في الفاجوسايت اوكسيديز. تمام. فده كرونيك جرانيولوماتوز ديسيز. تمام. فده كان درسنا النهارده في الميكانيزمز او الستبس للفاجوسايتوزيس او ديستركشن اوف ميكروب. تمام. لو مش فاهم حاجه عرفني في الكومنتات، وعندك اي سؤال ان شاء الله اكتبه في الكومنتات وهيتم الرد عليه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم.